إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، ارتفع سعر البترول سنتا أو سنتين، هذا يدعو إلى الفرح والرقة والسرور. ينزل سنتا أو سنتين ترى الناس مكفرين متجهدين. نعم، هذا هو حال أمتنا اليوم، أمة تحرص على مقدراتها الاقتصادية وثرواتها الباطنة، تحرص على آبار النفط والغاز، وتنقب عن مكنونات الفحم ومناجم الفوسفات. هي ثروة ناضبة تخشى عليها من الضياع أو الزوال. تحرص أمتنا اليوم على تشييد الأبراج الإسلامية وفتح المراكز التجارية وبناء المدارس والمشفيات وتعبيد الطرقات. هذا مهم، لكن هل هذا الذي تملكه أمتنا فحسب؟ هذا كله لا قيمة له إذا لم يبنى الإنسان الذي هو أولى بالاستثمار من غيره. واسمحوا لي في مستهل خطبتي أن أحدثكم عن أمة غير أمة الإسلام بنت الصين قديما سورها العظيم لتحمي حدودها الشمالية من الغزاة الأعداء. هل نفعهم هذا؟ دخل الغزاة الأعداء إلى الصين 3 مرات متتالية عبر أزمنة متباعدة، ولم يستطيعوا تصور الجدار لأنه عالي وشاهق، لكنهم دخلوا من منافذ السور وأبوابه الرئيسة عن طريق رشوة الحرس والجنود. علم هنالك الناس أنهم اهتموا ببناء الجماد ونسوا بناء الإنسان. لا قيمة للأموال والثروات الباطنة ما لم يكن هنالك الإنسان بقيمه ومبادئه وقيمه ومثله العليا. أدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك مبكرا في أول الإسلام، فقال وهو في مكة كما أخرج الترمذي في سننه: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. عمد رسول الله إلى الرجال قبل العتاد، إلى الثروة البشرية قبل الثروة المادية، أبو جهل أو عمر بن الخطاب، وكان أحبهما إلى الله تعالى عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فارقا في الإسلام. انظر إلى إسلامه ليس كإسلام غيره، انظر إلى هجرته، هجرته ليست كهجرة غيره، انظر إلى جهاده وخلافته لرسول الله ليس كبقية الناس، موته فيه عبرة ومواقف للأمة. وسع عمر رضي الله عنه مرة، هو خليفة للمسلمين من بيت مال المسلمين، وحوله أصحابه، فقال لهم تمنوا. قال بعضهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا. لما؟ ينفقه على نفسه وعلى عياله. قال: لأنفقه في سبيل الله. وقال رجل: أتمنى أن تكون هذه الدار مملوءة زبرجدا وجوهرا لأنفقه في سبيل الله. لم يعجبه هذا الرأي رضي الله عنه، وصار يقول: تمنوا تمنوا تمنوا، حتى قالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين ما نقول. اسمع للأمنية العمرية. قال رضي الله عنه: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة رجالا
مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان. هذه رواية الحاكم. وفي رواية الطبراني: وددت أن لي رجالا مثل عمير بن سعد بن عمير أستعملهم في أعمال المسلمين. تعالج أمتنا أزمة ضمن حزمة أزماتها وسلسلة مضايقها، أزمة هي رأس الأزمات وأسها، ضعف القيم والمبادئ والمثل العليا. إننا نستطيع أن نستعيض النقص في الثروات الباطنة، ويمكننا أن نستعيض التخلف العلمي والتكنولوجي وذلك باستيراد. لكن قيمنا أيها الناس، مبادئنا أيها الناس، أخلاقنا أيها الناس، ماذا نصنع بها؟ أيها المسلمون، عوامل التعرية تعمل في الجبال الجلاميد وفي الصخور الصماء فتسويها بالأرض، أو تنحتها فتغير معالمها. وهنالك عوامل أخرى تنحت في قيمنا ومبادئنا فتسويها بالأرض. هذا الحال، حال الأمة، يستفز خطيبا مثلي أن يخطب في الناس وأمتنا غثاء كغثاء السيل. أخطب فيكم اليوم في زمن كثرت فيه الذكورة وندرت فيه الرجولة، لأقدم للناس منهج الإسلام في صناعة الرجال وبناء القيم والأسس والإيمان. لما تحدث الله سبحانه وتعالى عن الذكورة في القرآن الكريم تحدث عنها باعتبار أنها نوع إنساني. يقول الله عز وجل في التزاوج: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وقال في الميراث: للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن لما حدثنا الله تعالى عن الرجولة، وذلك في 54 موضعا في القرآن الكريم، حدثنا عنها باعتبار أنها صفة. فالذكورة نوع والرجولة صفة. الرجولة مجموع الصفات الحميدة والبركات الربانية التي تشمل الذكور والإناث بل حتى الصبيان. ومن أراد أن يعرف رجولة النساء فليسأل عن درس الرجولة آسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، ضرب الله عز وجل بها مثلا للذين آمنوا. إذا أردت أن تعرف رجولة النساء فاسأل عن درس الرجولة والبطولة خديجة بنت خويلد وموقفها مع رسول الله أول البعثة المحمدية. إذا أردت أن تعرف رجولة الصبيان والصغار فاسأل في درس الرجولة والبطولة عن الزبير ابن العوام ومصعب بن عمير ومعاذ ومعوذ ابن عفراء. ليست الرجولة عضلة مفتولة ولا شوارب مبرومة ولا لحى مسدولة ولا مظاهر براقة ولا أسماء رنانة. ليس الرجل من أبغل وجهه وعرض من كبر واخشوشن صوته. الرجولة يجليها لنا ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أول وصف للرجولة زكاة الباطن وطهارة الظاهر، ذلك أن الآية الآلفة الذكر إنما نزلت في أهل قباء الذين كانوا يتطهرون بالماء في الاستنجاء والوضوء والغسل ثم يصلون. طهارة الماء طهارة الظاهر، وطهارة الصلاة طهارة الباطن. فالرجال هم الذين طهروا قلوبهم من النفاق وأنفسهم من الغل والحسد وأرواحهم من العجب والكبر والتعلق بغير الله. طهروا أعينهم من الخيانة، طهروا أعينهم من النظر إلى المشاهد المحرمة، طهروا آذانهم من الاستماع إلى المعازف والموسيقى، لا يسمعون لغوا ولا إثما. طهروا ألسنتهم من الفحش والتفحش والبذاءة والسباب والشتائم. واسمعها مني كلمة، اسمعها مني كلمة يا صاحب الكلام الفاحش ويا
لو كنت رجلا لجعلت لسانك مكفوفا عن البذاءة والفحش والتفحش. أنت امرئ ضعيف تختبئ وراء كلامك الفاحش وبذيء أقوالك. الرجال هم الذين يتعففون عن الحرام. لما جاء قوم لوط إلى لوط عليه الصلاة والسلام يهرعون وطلبوا منه ما طلبوا، قال لهم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد، رجل يتطهر عن الفحش والفحشاء، ولكنهم ردوا عليه بقولهم أخرجوهم من قريتكم. لما؟ إنهم أناس يتطهرون. من يتتبع النساء والفتيات للإيقاع بفتاة في شراكه، والأخرى في حباله، والثالثة ينقض عليها بأذنابه، من يفعل هذا ليس برجل. من يتلاعب ببنات المسلمين ويعترض طريقهن ليس برجل. هذا لم يفعله حتى أهل الجاهلية الجهلاء وأهل الظلمة الظلماء. يقول الشاعر في وقت الجاهلية أغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مهواها، ابنة جاري وأخت صاحبي وابنة زميلي لا أتعرض لها ولا أنظر إليها، أغض طرفي عنها. هذا هو مكمن الرجولة فيه. يوسف عليه الصلاة والسلام شاب أعزب، وامرأة العزيز سيدة القصر هي الداعية، خلقت الأبواب وقالت هيت لك. هنالك تفتقت الرجولة عن يوسف عليه الصلاة والسلام، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. قمة الرجولة وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: 7 يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. موسى كريم الرحمن لما ورد ماء مدين وجد أمة من الناس يسقون، ووجد دونه امرأتان قد حبستا غنميهما عن الناس. هل انتهز الفرصة لمعاكستهما؟ هل حام حولهما يظن أنهما فريستين سهلتين؟ تقدم إليهما وقال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يسقي الرعاة، وأبونا في البيت شيخ كبير لا يقدر على الحراك. ماذا صنع سيد الرجال في زمانه؟ سقى لهما، اسمع، سقى لهما ثم تولى إلى الظل، تجافى عن مجالستهما والوقوف معهما، ولم يقل امرأتان ضعيفتان في إياث والديهما، أوصلهما إلى بيتهما معززتين مكرمتين. قالت إحداهما يا أبت استأجروا لنا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي في بدنه الأمين في أخلاقه. ثاني أوصاف الرشد في القرآن الكريم عند قول الله تعالى: من المؤمنين رجال ما هو وصفهم؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وآخرها ولم يبدلوا تبديلا. الصدق في العهد والوفاء بالوعد. الآية الآلفة الذكر نزلت في رجال منهم أنس بن النضر رضي الله عنه، وقصته في صحيحي البخاري ومسلم. فاتته غزوة بدر فكبر وندم وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيب عنه، لئن أقدرني الله إلى قابل وشهدت مع رسول الله قتال المشركين لأولين الله خيرا. فكانت غزوة أحد، فقاتل رضي الله عنه فيها قتالا عظيما وأبلى فيها بلاء حسنا، حتى أن الرماة نزلوا من على جبل الرماة يلتقطون الغنائم، ودارت على
المسلمين دائرة المشركين وأدخلوا فيهم الجراح وأسقطوا منهم قتلى، وأشيع خبر مقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، انبرى لهم رجال على رأسهم أنس بن النضر، أخذ بسيفه يقاتل، فوجد طائفة من الأنصار جالسين، قال ما أجلسكم؟ قالوا لقد مات رسول الله. قال قوموا فقاتلوا وموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم مضى ناحية أحد وقال إني لأشم رائحة الجنة من قبل أحد، فقاتل حتى قتل. جاء الصحابة رضي الله عنهم بعد المعركة يبحثون عنه فلم يجدوه. أتدرون لما؟ لم يجد الصحابة أنس بن النضر بين القتلى، لأنه قد شوه جسده بالكلية ولم يبق معلم يدل عليه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه وجدنا فيه 80 ضربة، حوالي 90 ضربة، ما بين ضربة سيف وطعنة خنجر ورمية نبل وسهم لم تعرفه إلا أخته الربيع بنت النضر، بما بعلامة في طرف بنانه في طرف إصبعه، هذا الذي بقي منه. رجال صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كم مرة عبد الله، كم مرة عبد الله وعدت الله وأخلفته، كم مرة عبد الله قلت يا رب لن أرجع إلى معصيتك ورجعت. كفك كذبا، كن رجلا. رجال صدقوا ما عهد الله عليه. أخرج الترمذي أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعه فقبل منه عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب إلى بعض شأنه وقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، وأفاء الله على نبيه الغنائم فقسمها بين أصحابه وأرسل إلى ذلك الأعرابي نصيبه من الغنيمة. فجاء الأعرابي إلى رسول الله حاملا نصيبه من الغنيمة، قال ما هذا يا رسول الله؟ قال رسول الله هذا نصيبك من الغنيمة. قال الأعرابي ما لهذا اتبعتك يا رسول الله؟ لم اتبعك لتعطيني الغنائم والأموال، ما لهذا اتبعتك يا رسول الله؟ لماذا اتبعته؟ قال اتبعتك لأقتل فأدخل الجنة، بايعتك اتبعتك لأضرب بسهم ها هنا، وأشار إلى حلقه. قال عليه الصلاة والسلام اصدق الله يصدقك. فذهب الرجل فقاتل. بعد المعركة جيء به محمولا إلى رسول الله مقتولا والسهم في حلقه حيث أشار. نظر إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فعرفه، قال للناس أهو هو؟ قالوا أجل يا رسول الله. كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته منقبة عظيمة، وشهد له عند الله بأنه قد صدق الله وأن الله سبحانه وتعالى قد صدقه. رجال صدقوا ما عهد الله عليه. الرجال هم الذين يعدون فيفون، الرجال هم الذين يموتون دون كلمتهم، لا يخلفون وعدا ولا ينكرون عهدا. أخرج البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كاتب أمية بن خلف على أن يحمي صاغته في المدينة، وأن يحمي أمية بن خلف صاغة عبد الرحمن بن عوف في مكة، يعني مصالحه، وأن يحميه. هذا قبل القتال، قبل تشريع الجهاد. فلما كانت غزوة بدر الكبرى وهم في خضم المعركة حينما حمي الوطيس، رأى بلال رضي الله عنه أمية بن خلف من بعيد، وأمية هو الذي كان يؤدبه بالبأس القريب هو ونفر من الصحابة. فصاح في جماعة من الأنصار أمية بن خلف، أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية. فصاروا يتتبعونه. رآهم عبد الرحمن بن عوف، ما موقفه؟ هو قد عاهده على أن يحميه في المدينة. انتفض كالمحموم، عاد خلفهم يمنعهم من قتل أمية بن خلف للعهد الذي بينه وبينه. كادوا أن
يلحق بأمية ويفتك به. يقول ابن عوف: فألقيت إليهم رميت إليهم ابن أمية فشغلوا به فقتلوا، ثم عادوا مرة أخرى يطلبون أمية طلبا حنيفا. وكان أمية رجلا ثقيلا رجلا سمينا لم يستطع العدو والركب. قال: فعدت إلى حين فقلت: أمية أبرك، أمية أبرك، فبرك أمية على الأرض. تدرون ماذا صنع ابن عوف؟ قال: ألقيت بجسدي عليه، غطاه بجسده. لكن لحقه بلال رضي الله عنه وجماعة من الأنصار، فصاروا يتخللونه بالسيوف من تحت حتى قتلوا أمية. وفي أثناء ذلك كاد ابن عوف يهلك، حيث أنه أصيب في قدمه. وكان بعد ذلك إذا روى لهم هذه القصة يكشف ابن عوف عن قدمه ويريهم آثار ضربات السيف من بلال رضي الله عنه وبقية المسلمين. ثالث أوصاف الرجولة: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ما هي الظروف المكانية للرجال؟ أين هي أماكن الرجال؟ في بيوت أذن الله. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال. لا يتخرج الرجال إلا من صروح المساجد. أعيدها مرة أخرى: لا يتخرج الرجال إلا من صروح المساجد. المقاهي لا تخرج رجالا، الملاهي لا تنتج رجالا، الملاعب لا تصدر لهذه الأمة رجالا. ورجل قلبه معلق بملاعب، قال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد. من هم الرجال يا رب؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. في مواطن الأعذار، حينما يكون أحدنا مريضا يبقى في بيته ولا يدرك صلاة الجماعة في المسجد، اسمع حال الصحابة رضي الله عنهم. في صحيح مسلم يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ولقد كان الرجل يؤتى يهادى بين رجلين، يتكئ على هذا وعلى هذا حتى يقام في الصف. قال سعيد بن المسيب: ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة، ولما اشتكى عينه قيل له: اخرج إلى العقيق، بعيدة عن المسجد النبوي بحوالي 7 كيلو. اخرج إلى العقيق، فإذا نظرت إلى الخضرة خف مرضك. قال: أخرج إلى العقيق، وكيف أصنع بشهود العشاء والصبح؟ وكان ربيع بن خيثم يقاد إلى الصلاة وبه فالج، رجل مشلول لا يستطيع الحراك، شلل في أعضائه وأطرافه، يحمل ويقال له: قد رخص لك. فيقول: أسمع النداء، حي على الصلاة، إن استطعتم أن تأتوها فأتوها ولو حبوا. وسمع عامر بن عبد الله بن الزبير المؤذن وهو يؤذن وهو على فراش الموت وهو يحتضر، فقال لهم: خذوا بيدي إلى المسجد. فقيل له: إنك رجل مريض، إنك رجل عليل، لك رخصة. قال: أسمع النداء ولا أجيبه. فحملوه فوضعوه في الصف، فصلى مع الإمام صلاة المغرب، فركع ركعة فمات. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. كان إبراهيم بن ميمون رحمه الله صائغا يضرب بمطرقته الذهب والفضة، فإذا رفع الآذان وقد رفع مطرقته يضعها ولا يردها على الذهب والفضة. رجال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليس الرجل الذي يقول: أنا لا أهب شيئا، الرجل هو الذي يجبل فعلا عن ظلم نفسه أو ظلم الناس. كلما حدثته نفسه بالمعصية حدثته بقدرة الله عليه. قال أحمد بن حنبل: الفتوة يعني الرجولة، الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى. اللهم أحينا رجالا وأمتنا رجالا. الحمد لله رب العالمين،
سادة الرجال هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. انظر كيف دعا الأنبياء والمرسلون أقوامهم وصبروا على أذيتهم حتى أنهم غيروا كثيرا من سيئات أقوامهم. نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. الرجولة قوة في القول، صدع بالحق. الرجولة تحمل المسؤولية في الذب عن دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجاء رجل، لم يقل وجاء ذكر، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. من أين جاء؟ من أقصى المدينة. لم تثنيه بعد المسافة عن المجيء إلى موسى عليه الصلاة والسلام. كيف جاء؟ جاء يسعى إلى موسى عليه الصلاة والسلام لإنقاذ حياته. قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. رجل وقف أمام موسى عليه الصلاة والسلام يقول: اخرج أنا لك من الناصحين. هل تعرف هذا الرجل؟ هل أحد منكم يعرف اسمه؟ لم يذكر اسمه لا في آية ولا في حديث. المقصود ليس بالأسماء، وإنما المقصود وصف الرجولة. وجاء رجل من أقصى المدينة مع من ذكر القصة مع موسى عليه الصلاة والسلام. ظهر رجل ليس من الأنبياء ولا من المرسلين، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، ولكنه لما سمع ذروني أقتل موسى لم يصل للكتم أهمية ولا للحياد روية. قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. الرجولة ليست سكونا ولا سكوتا ولا ركودا ولا بطاءة. الرجولة حراك للخير، تفعيل للخير في هذه الأمة. الرجولة هي الوقوف في صف العلماء والفقهاء. الرجولة هي الوقوف في صف الدعاة والخطباء. إذا سمعت من ينتقصهم ويزهد فيهم لا تكن حينئذ إمعا، كن رجلا وقم مع أهل الصلاح. قال: رجلان من الذين يخافون أعظم نعم الله عليهما أنعم الله عليهما، هذه أعظم المنن. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه إنكم غالبون. وقف مع موسى عليه الصلاة والسلام ضد قومهما. فليست الرجولة إذن أن ينغمس المرء في مستنقعات الهوى جريا وركضا أمام أو وراء الأصحاب والأصدقاء. الرجولة قوة في الأخلاق، قوة في المواقف. لو وزعت على الغير لكانت في العدة عشرات بل مئات وآلاف. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وكان عليه الصلاة والسلام أمة. لو أن صفاته وزعت على الأمة لكفتهم، لكان هنالك في العدة عشرات الآلاف. في حصار حيرة في بلاد الشام طلب خالد بن الوليد رضي الله عنه من أبي بكر الصديق خليفة المسلمين إذ ذاك مددا. أتدرون كم أرسل إليه أبو بكر الصديق لنصرة خالد بن الوليد؟ أرسل إليه رجلا واحدا، هو القعقاع بن عمرو التميمي. فاستغرب الناس، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يهزم جيش فيهم مثل هذا. فقال مرة: لصوت القعقاع في الجيش خير من 1000 رجل. ولما استعصى على عمرو بن العاص فتح مصر طلب المدد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في رواية زيد بن أسلم أرسل إليه 4 نفر وكتب إليه: وقد كنت وجهت إليك 4 نفر وأعلمتك أن الرجل منهم مقام 1000 رجل، كل رجل منهم يقوم مقام 1000 رجل. الزبير بن العوام والمقداد بن الأسود وعبادة بن الصامت ومسلمة بن مخلد. أين شباب الأمة اليوم ليسمعوا أن أسلافهم الواحد
وأن يمزق سراويله كالمجانين، قلادة في عنقه وإسوارة في معصمه، يتمايل في مشيته رأسا وضربا كالنساء ويحسب نفسه أنه رجل. ألا لعنة الله على المتشبهين بالنساء. قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الشباب أخبروني، أيها الشباب نبئوني، أين الرجولة في الاهتمام ببهاء صوركم وضخامة أجسادكم، حتى صارت موضة الزمان تقوية العضلة في صلاة كمال الأجسام وحمل الأثقال حتى ضاءت بأهلها. ما تصنع بصدر منفوخ وعضلات مفتولة؟ ألا تعلم حال المنافق إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ولكنهم في الدرك الأسفل من النار. ما فائدة قوة الجسد وبهائه وجماله؟ أولا يزن عند الله جناح بعوضة. في الصحيحين إنه يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعند الإمام أحمد: كشفت الريح عن ساقي ابن مسعود فضحك الناس. قال عليه الصلاة والسلام: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. ساقيه رقيقتان ضعيف البنية. مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. قال: والذي نفس محمد بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. أخيرا، من صفات الرجولة قول الله تعالى الوارد في قول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله عليهم وبما أنفقوا من أموالهم. القوامة في البيوت. ليست الرجولة رفع الأصوات وظلم الزوجات والقسوة على الأولاد والبنات. الرجولة قوامة الاستعباد. الرجولة أن تربي بناتك على العفة والحياء، على الأخلاق والحجاب، أن تربي أبنائك على القرآن والصلاة، أن تأخذ بأيديهم إلى بيوت الله، أن تربيهم على النخوة والشهامة والفتوة والرجولة منذ الصغر. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. خرجه الترمذي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعين أهل بيته في أعمالهم اليومية. كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته، ولكن رأى بعض من لا خلق لهم أن الرجولة في البيت تعني القسوة والغلظة، وقال بعضهم بهتانا وزورا وكذبا: الرجال لا يبكون. الرجولة يا رجال لا تقاس بالقسوة. الرجولة يا رجال لا تقاس بقلة البكاء. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وبكى رسول الله لإخوانه، وبكى رسول الله لبناته. الرجل الذي يبكي قلبه مليء بالرحمة والشفقة لخلق الله. كان عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة ابنته زينب في الصلاة. كان يحتمل ركوب الحسن والحسين على ظهره وهو يصلي بالناس. ولما اعترض الأعرابي عن تقبيل الصبية قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. ما أصنع يا رجل؟ نزع الله من قلبه الرحمة. وعزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا عن الولاية. لما؟ لأنه قال: نحن لا نقبل الصبيان. قال عمر: من لم يرحم أولاده لا يرحم أبناء المسلمين. رجال بما أنفقوا من أموالهم. الرجال في بيوتهم هم الذين يوسعون على عيالهم إذا وسع الله عليهم، لا بخلاء ولا أشحاء. هم الذين يقومون بواجباتهم النفسية قبل المادية اتجاه أهاليهم. النساء في البيوت لا يكرمهن إلا كريم، ومن أهان النساء فهو لئيم. الرجل والحقيق بأن يكون رجلا هو الذي يجعل أمه تاج رأسه، وزوجته في شغاف قلبه، وأخته في حبة عينه، وابنته ثمرة فؤاده. لكن حينما ترى اليوم النساء ينفقون على عيالهم بوجود من يعولهم من الرجال فلا تسأل عن الرجولة. لما ترى النساء كاسيات عاريات مائلات مميلات في الطرقات والشوارع والشواطئ فلا تسأل عن الرجولة.
من الديوث يا رسول الله؟ الديوث هو الذي لا ينظر الله إليه ولا يكلمه ولا يزكيه ولا يدخل الجنة. من هو الديوث يا رسول الله؟ في لفظ الطبراني هو الذي لا يبالي على من يدخل على أهله. الرجولة معاملة الخلق بالخلق. في صحيح البخاري رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى يعني إذا قضى الدين، سمحا إذا اقتضى يعني إذا كان عليه دين. السهولة والليونة مع إخوانه المسلمين. عند البيهقي خياركم أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. ليست الرجولة أن تخاصم الناس وتصارعهم فتصرعهم، الرجولة أن تعفو وتسامح. قال الفضيل بن عياض: الفتوة التجاوز عن عثرات الإخوان. أيها الناس، الرجولة مطلب يسعى لأجله أصحاب الهمم ويقصده أهل القمم. الرجولة غاية كل الآباء لأبنائهم. الرجولة حلم كل فتاة عند زواجها. ولكن الناس على ثلاثة، واحفظوا هذا مني: الناس على ثلاثة: رجل ورجل شبه رجل ورجل لا رجل. اختر منهم ما شئت. اللهم أحينا رجالا وأمتنا رجالا، اللهم أحينا رجالا وأمتنا رجالا، اللهم أحينا رجالا وأمتنا رجالا، اللهم اجعل كل شباب الإسلام رجالا، اللهم اجعل كل شباب الإسلام رجالا، اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يطاع فيه أهل طاعتك ويتوب فيه أهل معصيتك. اللهم قيض لهذه الأمة رجالا حكماء علماء يقودونها إلى عزها ونصرها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. والله تعالى أعلى وأعلى وجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.